السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم بخير دائما وابدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم على بركه الله جبت لكم واحد الوصفه اللي هي سهله وفي نفس الوقت يعني متواجده في كل بيت، وصفه لتبييض الاسنان. وصدقونا البنات انا ما كنحطش اي وصفه الا وكنجربها مرارا وتكرارا، وهذه الوصفه ناجحه. غادي نحتاجوا على بركه الله ملعقه صغيره من الكركم. هاد الوصفه هذه فيها 3 المكونات، ملعقه صغيره كذلك من ملح الطعام، الملح العادي اللي كنستعملوه في المطبخ. والمكون الثالث هو معجون الاسنان، اي معجون اسنان عندك، ماشي بالضروره معجون اسنان معين. كنخلطوا هاد المكونات كلها مزيان، ممكن اضافه بعض القطرات من الماء، هذه اختياريه يعني باش ان الخليط يتخلط لكم بسرعه. كنخلطوا هذا الخليط حتى كنحصلوا على واحد العجينه ملساء، يعني عجينه كتكون رطبه متجانسه. صدقونا البنات هذه الوصفه هذه راها تحفه، يعني كتعطي نتيجه مبهره، والاسنان يعني كيلمعوا، يعني كيبقاو يعني اللون ديالهم كيصفى، اضافه ان كتعطي واحد اللمعه للاسنان. كناخذ شتات الاسنان ديالي العاديه اللي كنستعمل، كنبللها بالقليل من الماء وكنخلط بها الخليط، وكناخذ كميه وكنطبقها على الاسنان وكنحك مزيان. بعدا كنشل الاسنان ديالي، واكيد البنات غادي بعد ما تجربوها غادي تعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي تعطيكم واحد النتيجه اللي هي فعاله. شكرا لكم البنات، وشكرا على متابعتكم.